ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو حلو قوي قوي بجد، حاجه كده تطري على القلب في الجو الحر والنور اللي عمال يقطع دوت وقطع عليا وانا بعمل. تعالوا قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه. هنعمل النهارده ميلك تشيك اوريو تحفه زي اللي بره بالظبط. هنجيب الخلاط نحط فيه لبن ونحط فيه بسكوت اوريو وكمان نحط قطع هوز. كيكه الهوز دي انا حطيت من عندي، المفروض دي حاجه اختياريه براحتكم، ايس كريم فانيليا انا حطيت، وممكن ايس كريم شوكولاته كمان، اللي انتوا عايزينه تحطوه يعني حطوه. حطيت كل دوت في الخلاط مع بعض وضربته جامد، وكمان قطع تلج عشان التلج ده بيعمل فوم كده حلو قوي، وكمان احنا الجو حر قوي فمحتاجين حاجه ساقعه فبيبقى حلو جدا. نضرب بقى كله في الخلاط لحد ما يتجانس كله مع بعضيه وما يبقاش فيه قطع خالص. انا عايزه كل حاجه تتضرب مع بعض. هنجيب بقى الكوبايات بتاعتنا نزينها بالشوكولاته. انا ما كانش عندي الكيس بتاع الحلويات اللي هو بيعمل الشكل دوت، بس اتصرفت حطيت في شوكولاته في كيس وخرمت خرم صغير كده بابره وعملته عشان ازين بس الكوبايه بتاعتي زي ما بنشوفها بره. هنحط بقى الميلك تشيك اللي احنا عملناه. احنا كده خلصت. انا كنت عامله 4 بس عملت 3 عشان الخلاط بتاعي ما كفاش يعني. المفروض ان هنا بنحط ببوله الايس كريم، برده مش عندي فعملت بالمعلقه عادي جدا. اي حاجه يا جماعه تصرفوا نفسكم، المهم ان احنا نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها. وزينت كده بالشوكولاته، برده حطيت بقى بسكوتة اوريو كده على الوش زي ما انتم شايفين. بجد يا جماعه حاجات بسيطه وبجد حلوه قوي وما خدتش مني وقت زي ما انتم شايفين. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هستنى تقولي رايكم في الكومنتات لما تجربوها. عايزه اقول لكم ان انتوا تتابعوني الفتره اللي جايه، هنزل لكم سلسله حلويات كتير وحاجات بسيطه ما تاخدش مننا وقت، عشان يعني الجو حر مش هنفضل نستحمل وقفه المطبخ. انا عايزه اقول لكم عملت على السفره زي ما انتم شايفين من كتر ما الجو حر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. هستنى تقولي رايكم في الكومنتات. باي باي.